السلام عليكم اخوان الاخوات، كنتمنىكم تكونوا على خير وفي صحه جيده ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله ما تبقى من شهر شعبان يدوز في احسن الظروف، وتستقبلوا ان شاء الله شهر رمضان بالصحه والعافيه والسعاده والرزق وباش ما تمنيتو ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم بغيت نتكلم معكم فيه على الرياضه في شهر رمضان. هناك العديد من الناس كما كتعرفوا اللي ما كيعرفوش ولا ما كيهتموش بالرياضه حتى كيوصل رمضان عاد كيهتموا بها. انا هاد الطبقه هذه وهاد الشريحه ديال الناس كنقول لهم الافضل بلا ما تمارسوا الرياضه، لان ماشي يحتاج رمضان عاد حنا نفكروا في الرياضه بشكل يومي ولا بشكل يومين 3 ايام في السيمانه ولا هذا. المهم يكون بشكل مداوم. الشروط الاساسيه عند الصيام باش ما نمارسوش الرياضات المتعبه، الرياضات اللي غادي تخرج منا بزاف ديال العرق وبزاف ديال كميات هائله ديال العرق. في هذا المجال هذا ديال الصحه ان الكميه ديال الماء اللي كتخرج من الجسم اثناء ممارسه التمارين الرياضيه يعني كتضاهي او تساوي الكميه ديال التبول شرفكم الله اللي كتخرج من الشخص. وهذا غادي يكون يعني في وقت يعني ديال الصيام، وهذا غادي يكون هناك اجتفاف، غادي يكون هناك عياء، هناك اثار سلبيه على الجسم. وهذا الشيء ماشي مزيان بالنسبه للانسان. هو باغي يتمرن باش يصح، ماشي باغي يتمرن باش يهلك الجسم ديالو. الصيام كما كتعرفوا راه هو صيام صحه وللجسم واخراج السموم والى غير ذلك. وإلا وزيناه مع الرياضه ومع التمارين الرياضيه اللي هي خفيفه ومتوازنه وفي وقت اللي هو غيكون مناسب، غتكون واحد النتيجه اللي هي ايجابيه بزاف في الجسم. هنا غادي نتكلم على التوقيت ديال ممارسه الرياضه في رمضان. يعني التوقيت اللي هو زوين بزاف ومثالي الممارسه التمارين الرياضيه هو يعني بعد صلاه العصر غادي يكون افضل وقت لممارسه التمارين الرياضيه. علاش؟ لان الاكل في هذه المده هذه وفي هذا الوقت هذه ديال النهار تيكون الاكل فيه يعني ديجا يعني كيكون يعني تحراق، وكيكون الدم في واحد الحاله زوينه، يعني كتكون الجسم خفيف ويعني مستعد انه يلعب واحد التمارين رياضيه، مستعد ليها فهمتي. وهي كتكون يعني تقريبا ساعه ولا ساعتين قبل الافطار، وهي فرصه كذلك باش نحرقوا الدهون المفقوده وتخلص الجسم من الشحوم ويعني ومن الضروري باش نضمنوا الاوقات ديال شرب الماء ديالنا. شرب الماء يعني ما بين الفطور والسحور، ولكن ما غاديش اللي خصني نقول لكم بان ما خصش الانسان يشرب الماء بواحد الشكل اللي هو هيستيري. انا نقريت صافي انا خصني نشرب الماء بزاف، لان الماء خصني نعوض داك الماء. راه كاين ماشي كاين في الماء في حد ذاته، الماء راه كاين في الحريره، كاين في العصير، كاين في اتاي، كاين في بزاف ديال الحاجات كحاطينهم في الطبله فيهم الماء. ماشي انت غادي تعمل فوا تبغي تفطر تشرب كميه بزاف ديال الماء، هذه ما لا غير منصح بها. يعني من الافضل تشرب واحد نص كاس ديال الماء وفطر، لان العصير فيه الماء، الحليب فيه الماء الى غير ذلك. وما بين هكا العشاء والسحور وهذا كاين واحد الفتره زمنيه اللي غتشرب كذلك الماء وهذا يعني داكشي يكون متوازن. بغيت نقول لكم يعني ما تكثروش كذلك ونشرب الماء بكثره، لاننا طرينا نبقاو نشربوا الماء كذلك شرب الماء بكثره راه ماشي صحي بزاف. يعني نشربوا الماء بتوازن ما يفيد الجسم. حنا تبارك الله راه الماكله ديال رمضان كلها فيها الماء، اغلبيتها فيها الماء، وهذا ما كيمنعش نشربوا الماء ولكن كميه يعني متوازنه ومعقوله. والحاجه الاساسيه اللي بغيت نهضر معكم كذلك فيها على الناس اللي كيعملوا يعني كيديروا جهد جسدي في النهار. هادو ما كنصحهمش انا بممارسه الرياضه في رمضان، لانهم اصلا تريضوا العمل ديالهم راه رياضه، انهم يديروا عمل او مجهود جسدي كبير. يعني هاد الرياضه هنا كتكون الناس اللي هما كانوا كيخدموا في المكاتب ديالهم، الناس اللي جالسين في ديورهم، الناس اللي ما كيديروش واحد الجهد عضلي كبير.
هادو هما اللي منصوح انهم يديروا الرياضه في في هاد الاوقات هذه اللي هي ما بين العصر والمغرب غيكون افضل. ولكن راه كاين اللي كيديرها حتى في الليل ممكن دير رياضه، يعني مورا التراويح وهذا دير رياضه ماشي ما ديرهاش، ولكن ما انا لا احبذها. علاش؟ لان من الافضل حيت الليل كيكون السكون والهدوء والكذا، وفي النهار تيكون العمل وكذا. انا الليل راه كاين تلعب رياضه ماشي مشكل، لعب وداك الشيء وشرب الماء وكل ماكله اللي هي متوازنه وهذا، ولكن انا افضل في النهار. الاساسي اللي بغيت نقول لكم ان يعني يجب مراعاة الظروف الجسمانية لكل شخص، يعني وأن يجب أخذ الاحتياطات اللازمة، يعني لكل واحد كيفاش داير الجسم ديالو، كيفاش داير القدرة ديالو الجسمانية. يعني واحد صحيح 100% ماشي بحال واحد شوية، ماشي بحال واحد مريض. يعني كل شخص كيفاش غادي يتعامل مع التمرين الرياضي. وبصفة عامة هذا بالنسبة للتمارين الرياضية في شهر رمضان قبل الإفطار، يعني أنا أفضل قبل الإفطار بساعة أو ساعتين، يعني ما بين العصر والمغرب تكون هناك المدة ديال 30 دقيقة، وإلا كثرتو كاع 60 دقيقة. إذا كانت هناك رياضة المشي وحركات جد بسيطة باش ما نرهقوش الجسم ديالنا، وباش نتعامل مع الجسم ديالنا بواحد الشكل اللي هو لين ويستفيد كذلك، لا تكليف ولا ارهاق. وفي الاخير كنبغي نقول لكم يعني افضل حاجه هو الانتباه للاكل والشرب كذلك، ويجب ان تكون هناك واحد التوازن في الاكل ديالنا، في الشرب ديالنا، وفي التعامل الجسماني ديالنا، يعني بصفه عامه لا افراط ولا تفريط. وعزكم الله وشرف قدركم، ورمضان مبارك مرة أخرى، وأتمنى لكم صحة جيدة، وتابروا على الرياضة بشكل جيد وبشكل عقلاني، ولكم الخير والبركة إن شاء الله، ونتمنى لكم السعادة وشهر مبارك سعيد، ولنا لقاء في حلقات أخرى إن شاء الله. لا تنسوناش أحبابي من تعليقاتكم، من لايكات ديالكم، وشكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء.